ومن يستطيع أن يجسد هذا الشعور أكثر من يهودي جعله الملك مستشاره؟ خطأ، يجب أن تطلق معا. بعدما كان مستشارا للملك الحسن الثاني برتبة وزير، يتابع أندري أزولي عمله كمستشار للملك محمد السادس. في السويرة مسقط رأسه أسس أندري أزولي مهرجانا دوليا للموسيقى، وحول هذه الفرقة التي تمارس طقسا احتفاليا تقليديا يتحلق الجميع لمشاهدة هذه الرقصة الصوفية. ويتجول أزولي بفرح بالغ وسط المشاركين في الاحتفالات، وبالنسبة إليه فإن السويرة هي البرهان الحي على انتمائه المغربي وتجذره في هذه البلاد. أمضيت نصف عمري هنا، أنا جزء من حجارتها، من رائحتها، من موسيقاها، جزء من لغتها وذاكرتها. أنا مغربي من دين يهودي، ولكن ما تعلمته في هذا البلد وفي هذه المدينة هو أن أحترم الآخر. جاري في السويرة كان مسلما كما كنت أنا يهوديا، لديه النزعة نفسها إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى الاحترام تماما مثلي أنا. كذلك فإن جاري في المطلق وهو الفلسطيني المحروم من حريته يعنيني. يهوديتي هي التي على المحك، سأبقى يهوديا. بالنسبة إلى أزولي، هذه الاحتفالات تبرز وجه المغرب الحديث والمتقدم أبدا. ولكن في ظل ما يجري على الساحة الشرق أوسطية، وفي ظل تفاقم النظرة التي تربط كل اليهود بالكيان الصهيوني، وبالتالي في ظل تزايد هجرة اليهود الشرقيين إلى إسرائيل التي تعادي بلدانهم وأصولهم العربية وتقتل وتهدم كل شيء في المنطقة، أي مصير وأي مستقبل ترسم الأيام الآتية لهؤلاء؟